يا بابا، يا ماما، أنا تعبت من كلمة استأذن في كل حاجة. ما تعملش حاجة من دماغك، ما تقولش كده من نفسك، ما تقطعش حد، ما تختارش ده، إحنا نختارهولك. أنا صغير بس نفسي أحس إن ليا رأي، إني ممكن أختار تيشيرت أو أطلب أكلة أو حتى أقول جملة من غير ما حد يصححني كل مرة. أنا مش ضد إني أتعلم الصح، بس انتوا بتربوني إزاي؟ على الطاعة ولا على التفكير؟ أنا كل يوم بخاف أقول رأيي علشان يمكن حد يضحك أو يقولي ما تتفلسفش أو أنت لسه صغير على الكلام ده. بس إمتى هبقى كبير لو عمري ما اخترت ولا جربت ولا غلطت واتعلمت؟ أنا محتاج مساحة أختار حتى لو اختياري مش مظبوط. أنا محتاج أقول أنا شايف كده حتى لو هتختلفوا معايا. لو فضلتوا تختارولي كل حاجة هكبر وأستنى حد دايما يختارلي، هخاف من القرار وههرب من المسؤولية وهعيش بنسخة حد تاني مش بنسخة أنا. علموني الصح بس خلوني أختار، قولولي الصح فين بس ما تمسكوش إيدي وتكتبوا مكاني. أنا مش لعبة ولا مشروع ولا روبوت، أنا بني آدم، وعلشان أعيش صح لازم أتعلم أختار. في الحلقة الجاية هنتكلم عن الطفل اللي اتعود يقول أنا آسف طول الوقت حتى لما ما يكونش غلطان.